يا أهلا وسهلا بالحلوين اللي ما يعرفنيش، أنا فاطمة ودي قناة أفكار. جاي أقولك النهاردة على غلطات أنا عملتها وندمت عليها، فما تعمليش زيها. ما تحطيش باور أو هاربك على الحاجات اللي استانلس، سواء حنفيات أو أي حاجة تانية. بجد وحش قوي وبيصفر وبيعمل صدى كده زي ما انتوا شايفين. جربت حاجات كتير زي سيترس، زي بيكربونات وخل ومية سخنة ودعك بقى من هنا للصبح، مفيش فايدة. فتقريبا الحل ان انا هغيرهم يعني. ما تغلطيش غلطتي وسيبي الغسالة كده شهر واتنين وتلاتة واربعة من غير صيانة. لازم دايما تسيبي الباب مفتوح والدرج مفتوح بعد كل غسلة، ولازم بعد كل غسلة الجلدة دي تشيليها بأي قماشة أو أي سفنجة المية اللي فيها عشان ما تعملش ريحة. ودايما كل شهر أو كل شهرين تعملي دورة خل مع بيكربوناته على درجة حرارة عالية، والغسالة معاكي هتبقى فلة. ولازم نحافظ عليها عشان الحاجات بقت غالية نار الصراحة. ما تغلطيش غلطتي وتسيبي تحت الحوض او القعدة اعزكم الله يعني. دايما يبقى ايدك فيهم على طول وما تسيبهمش كده يكوم عليهم رواسب او حاجات كده. يا هتغسليهم بهاربك يا اما نسترخص ونجيب صابون بلدي حلو قوي ونتيجته حلوة قوي ورخيص، يعني حاجة على قد الايد يعني. ونغسلهم كده زي الفل وهيرجعوا جديد خالص. ودايما لو انتي ايدك فيهم هيبقى الموضوع سهل. ما تغلطيش غلطتي وتحطي دايما حاجات جنب التلاجة، شنط، حاجات إيه. خلي دايما حاجتين بس ولا فوق التلاجة عشان ما يقللش من كفاءتها. ما تغلطيش غلطتي وتجيبي كل البيجامات بتاعتك سواء صيفي او شتوي برقبة كده زي ما انتوا شايفين او بزعبوط، بس لا دايما ايه جيبي بسوستة او بزراير، يعني نوعي او ارواب مفتوحة. خليكي بقى متنوعة كمان عشان ايه، عشان بعد كده فيما بعد ان شاء الله لما ربنا يرزقك باطفال او يكون عندك اطفال ما تتعبيش في الحوارات دي وما تتعبيش في الرضاعة يعني. بس كده ما تغلطيش غلطتي وتجيبي فرش بلاستيك زي ما انتوا شايفين كده او مشط بلاستيك. بجد وحش قوي ومش عملي خالص وبيتكسر بسرعة وكمان بيعمل جاذبية كده في الشعر او كهربا كده، مش عارفة ده ايه. زي ما انتوا شايفين استبدلوهم ب مشط خشب او فرشة خشب، فعملية قوي وبتعيش كتير وصحية اكتر للشعر. ما تغلطيش غلطتي وتجيبي رخامة سودا او اي حاجة سودا عامة في البيت يعني، لان بيبان عليها اي حاجة، شوية سكر، شوية بن، شوية تراب، اي حاجة بتبان عليها ولازم على طول نظافة. ما تغلطيش غلطتي وتجيبي فوط فيها ورد وستراس وحاجات كتير كده كده بجد وحش قوي ومش عملية. دايما جيبي الفوط اللي هي الميكروفايبر، القطن، الحاجات ديت الحاجات اللي هي بتبقى بسترس ديت بتخربش الوش او ما بتبقاش حلوة برضو، ممكن تشد الشعر او حاجات زي كده. جيب الحاجات اللي هي المحفورة اللي عليها حفر ورد محفور او حاجات محفورة زي ما انتوا شايفين كده. آه، ايوه كده بالظبط. لكن ما تجيبوش اللي هي الحاجات اللي هي آه، فيها سترس وكده. ما تغلطيش غلطتي وتجيبي مفروشات كتير زي الملايات كده وتتكوم عندك في الدولاب وتحاولي تعينيها، لان كل سنة بتتجدد وبيطلع حاجات جديدة واشكال جديدة. وفري تمنهم وحطيهم على بعض وجيبي جهاز احسن. الاجهزة عملية اكتر في البيت. ما تغلطيش غلطتي وتجيبي ترولي ده زي دوت كده في الحمام. دايما يكون عندك رفين في الحمام، لان فيما بعد هيكون عندك اطفال وهتلاقي كل حاجة اتدلقت زي ما انا لقيت كل حاجة اتدلقت، شامبوهات، شاور جل، يعني الحمد لله يعني. بس كده، اتمنى الفيديو يكون فاتكو. سلام.